كارثة بيئية تنتظرنا بسبب حرب إيران، ما هو مقبل خطير؟ على ما يبدو فإن حرائق حرب إيران تهدد القطب الشمالي بعد تحذيرات خطيرة أكدت أن هذه الحرب قد لا تقتصر أضرارها على الداخل الإيراني بل تمتد إلى النظام البيئي العالمي. تشكل عواقب الحرائق الناتجة عن قصف منشآت تخزين النفط في إيران تهديداً خطيراً للبيئة في القطب الشمالي وللكرة الأرضية بأكملها، إذ يمكن أن تسرع ذوبان الجليد وتؤدي إلى تلوث الهواء وفقدان التنوع البيولوجي وغيرها من المشكلات البيئية. وقال خبراء إن التيارات الجوية تتحرك بشكل مختلف في أماكن وأوقات مختلفة، ونتيجة لذلك من الواضح تماماً أن نواتج الاحتراق ستصل عاجلاً أم آجلاً إلى منطقة القطب الشمالي، ولهذه العملية عواقب وخيمة، لأن ناتج الاحتراق هو الكربون الأسود الذي سيسقط في منطقة القطب الشمالي، خصوصاً في القطب الشمالي الروسي، ما يؤدي إلى تسريع ذوبان الجليد ويؤثر على الظروف المناخية والبيئية في القطب الشمالي. وفي نهاية المطاف الخطر يسيطر على كوكب الأرض بأكمله، كما سيؤثر على التنوع البيولوجي متسبباً في نفوق الحيوانات، ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة في القطب الشمالي. ومثل هذه الظواهر تقربنا من كارثة بيئية محتملة.